السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى وصفة فراخ. هنعمل مع بعض الفراخ البرياني. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وشهية. طيب هنعمل الفراخ بتاعتنا ازاي؟ أول حاجة احنا بنجيب الفراخ بنقطعها على 8 قطع، يعني الورك 2 الصدر 2 كده. تمام حبايبي؟ دي يعني مش فرخة، هي أكتر من الفرخة بس مش هقول لكم قد ايه. تمام. طيب هنغسلها كويس جدا، هننقعها في الملح والليمون وميه، مش اكتر من كده. تمام. يعني ما نحطش خل لان الخل بيخلي الفراخ زفرة. هنغسلها كويس جدا وبعدين هنشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي هنعمل ايه؟ هنجيب علبة الزبادي دي. تمام. بس كده هننزل عليها بمعلقة حبهان مطحون. تمام. معلقة فلفل اسمر، معلقة السبع بهارات، معلقة توابل البرياني. دي شكل توابل البرياني، هناخد منها ايه؟ معلقة كده. تمام. هنحط معلقة كركم صغيرة، مش كتير، حتى الكركم مش عايز ينزل، بس كده. تمام حبايبي. هنحط ايه؟ هنحط معلقة توم مهروسة ومعلقة جنزبيل. توم مهروس وجنزبيل فريش. تمام. واخر حاجة هنحط معلقة مرقة فورية اللي هي البودر دي، هنحط معلقة كبيرة كده. تمام حبايبي. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. كده حبايبي بعد ما قلبنا المكونات بتاعتنا، تمام، احنا ما بنحطش بصل على الفراخ البرياني، هو بس توم مهروس. تمام. هننزل بقى بايه؟ بالفراخ بتاعتنا كده، وهنقلب بقى ايه كله مع بعضه. دلوقتي حبايبي سيبنا الفراخ نص ساعة عشان تشرب من التتبيلة. هنجيب بقى صينية وهنحط الفراخ فيها، نرصصها فيها كده عشان نشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي حطينا الفراخ بتاعتنا في الصينية. الخطوة اللي بعد كده تعالوا معايا على البوتاجاز. دلوقتي احنا حطينا صينية الفراخ على العين الكبيرة، بس مش هنعلي النار قوي، هنخلي النار متوسطة عشان الفراخ تنزل ميتها، تسرد ميتها يعني هي تستوي منها فيها. احنا مش هنزود لها لا شوربة ولا مية ولا حاجة. بس لو لقيتيها الفراخ ابتدت السوائل اللي فيها تقل، بس الفراخ عندك لسه نية شوية، هتزود لها يعني ايه نص كوباية مية وتوطي عليها خالص. تمام. احنا دلوقتي حطيناها على البوتاجاز. الخطوه اللي بعد كده هنقلل عليها النار. يعني انتوا سامعين صوت النار عالي، احنا هنقلل النار خالص كده وهنغطي الصينيه. تمام. طبعا حبايبي عشان نعمل الفراخ البرياني لازم نعمل الرز البرياني، ان الاتنين بيتعملوا مع بعض، ما ينفعش كل حاجه لوحدها. فهنعمل الرز البرياني ازاي؟ اولا احنا هنجيب رز بسمتي. تمام. دول حوالي كيلو رز بسمتي، هنغسله كويس جدا وهقول لكم الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. دلوقتي حبايبي احنا غسلنا الرز ونقعناه كمان نص ساعه. الرز البسمتي بيتنقع شويه، نقعناه نص ساعه. بس قبل ما نعمله نروح نشوف الفراخ بتاعتنا علشان نشوفها وصلت لايه. دلوقتي حبايبي زي ما انتم شايفين كده، بصوا الفراخ علت شويه اهو عشان تشوفوا كميه الميه اللي نزلت. بصوا كده هنفضل برضو مخلينها على نار متوسطة علشان تستوي كويس جدا. تمام. كده هنركن الفراخ ونشوف هنعمل الرز بتاعنا ازاي. دلوقتي حبايبي هنجيب حلتنا كده عشان نعمل الرز
البرياني بتاعنا. تمام، بس احنا هنعمله على مرحلتين. دي المرحله الاولى. خليكم معايا كده لنهايه الفيديو علشان خاطر هي وصفه شهيه بس طويله شويه. تمام، ايه رايكم بقى في المقطع ده؟ خليكم معايا كده. هننزل بشويه زيت كده حلوين، يكون زيت نضيف، ما يكونش له لا طعم ولا ريحه. تمام، وهننزل بقى بشويه لوز او شويه فول سوداني اللي عندكم. هنحمصهم كده، نحمرهم ايه، نص تحميره. تمام حبايبي، نقلب بقى كده، مش عايزينهم يتحمصوا قوي، هما ياخدوا بس ايه تشويحه كده سخونيه الزيت. هنشوف هنعمل ايه تاني دلوقتي حبايبي. زي ما انتم شايفين كده، شوفوا لون اللوز عامل ازاي. اهم شيء ما تغمقوش عن كده عشان ما يمررش منكم. طيب الخطوه اللي بعد كده، في نفس الزيت اللي حمرنا فيه اللوز هننزل بقى بصلايه مبشوره ناعم، معلقه توم مهروس، ومعلقه زنجبيل فريش. بسم الله. عايزه اقول لكم بقى الريحه تحفه، يعني حاجه كده ايه، فاخر من الاخر. هننزل بحوالي 6 وحدات قرنفل كده او 5، بتدي ريحه حلوه. هننزل بمعلقه صغيره حبهان مطحون. تمام، هننزل بمعلقه فلفل اسمر، معلقه 7 بهارات، ومعلقه بهارات البرياني. تمام حبايبي، قلب بقى كل الحاجات الحلوه دي. عايزين نشوحهم مش نحمرهم. وننزل كمان بنص معلقه. قلب بقى الحاجات الحلوه دي كده، الروايح الجميله دي، هنشوحهم بس يتدلوا. الريحه حكايه 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 كده حبايبي. شوحنا البصلايه مع التومه مع الزنجبيل الفريش. تمام، هننزل بقى بالميه. بسم الله. ميه تكون سخنه. تمام، ننزل بقى بمعلقه مرقه كبيره كده. الميه بس تغلي، عايزين الميه كده مع البصله مع الحاجات دي كلها تندمج كده. ننزل بقى بالرز بتاعنا. الرز هيكون ايه، احنا عاملين كيلو رز، هننزل بتلتين الرز في الميه دي، والتلت التالت اقول لكم هنعمل فيه ايه. كده تمام يا حبايبي. الميه كده غليت بتاعت الرز او الشوربه بتاعت الرز. تمام، هننزل بقى بتلتين الرز اللي عندنا. ايوه حبايبي، بصوا ادي نزلنا ايه بتلتين كميه الرز، وادي الرز اللي اتبقى حوالي التلت. تمام كده. ممكن نزود الرز عندنا هنا شويه ميه، الميه قليله بس. ونظبط بقى الملح بتاعنا، احنا حطينا مرقه بس. هنظبط بقى الملح بتاع الرز وهنسيبه بقى ايه يتشرب. نشوف هنعمل في التلت اللي باقي ايه. خليكم معايا كده حبايبي. الرز بتاعنا اتشرب، احنا وطينا عليه خالص بقى. تمام، هنغطيه ونسيبه يستوي مع نفسه. نيجي بقى لتلت الرز اللي احنا قلنا عليه، حطينا في حله كده وهننزل عليه بميه سخنه بس كده. وهننزل عليه بمعلقتين زيت كده، وهنحط عليه شويه توابل صغيرين. هنحط عليه كام فص قرنفل كده. تمام، ومعلقه مرقه بس. وهنسيبه بقى ايه برضو لحد ما يتشرب، وهنوطي عليه زي الرز التاني. بعد الرز ما يتشرب وهنوطي عليه، هقول لكم الخطوه اللي بعد كده ايه.
دلوقتي يا حبايبي الفراخ بتاعتنا استوت ما شاء الله، بقت ايه، زبده. تمام، هنحطها بس تحت الشوايه تاخد لون كده كده، يبقى خلصناها. الرز بتاعنا الاصفر ما شاء الله استوى وبقى زي الفل. الرز الابيض نفس الحكايه. طيب هنشوف هنعمل ايه دلوقتي حبايبي. هنفضي الرز الابيض على الرز الاصفر، وهنعمل فحمايه، لازم نعمل له فحمه. تمام، والفراخ برضو هنعمل لها فحمه عقبال ما تاخد وش تحت الشوايه نكون عملنا الفحم بتاعنا. خليكم معايا لنهايه الفيديو علشان هتشوفوا عظمه. دلوقتي حبايبي احنا حطينا بقى الرز الابيض مع الاصفر، شوفوا الجمال، شوفوا مفلفل ازاي ما شاء الله، طالع حكايه. هنعمل بس ايه، حفره كده، عارفين الحفره، هنعملها كده عشان نحط ايه الفحمه. الفحمه مش هنحطها كده على الرز على طول، لا، لقمه عيش، اي غطا برطمان عندك نحط عليها الفحمايه. وبعدين هنجيب معلقه زيت كده، هنسخنها شويه على عين البوتاجاز. لازم تكون معلقه الزيت يعني مقدوحه او متسخنه، يعني تكون سخنه قوي. تمام، عشان تديكي بقى ايه، ريحه الفحمه اللي هي ريحه الشوي بقى، حاجه كده ايه ما حصلتش. تمام حبايبي، هننزل بقى على الفحم كده، بصوا، وغطي بقى بس. نفس اللي عملناه في الرز هنعمله للفراخ، يعني خدت ايه وش خفيف كده. تمام، الريحه بقى ايه قلبة الدنيا. بس وهننزل برضو على الفحمية كده ونغطي بسرعة. اخر حاجة بقى هنعملها، اخر خطوة دي اختياري يعني، بس انا بعملها بتبقى حلوة قوي قوي مع البرياني حقيقي. يعني عبارة عن ايه، عبارة عن طماطم، بصلاية صغيرة خالص صغنونة قد كده، حتة بصلة صغيرة، فلفلاية حامية حمرا، عودين كزبرة، هنضربهم مع بعض مع شوية حاجات كده. احنا مع بعض دلوقتي ايه، نشوف هنعمل ايه. هنجيب الخلاط وهننزل بالطماطم والفلفل والبصل. تمام، هننزل بعودين الكزبرة الخضر، ننزل بشوية خل، ننزل شوية سكر صغيرين، شوية ملح برضو صغيرين، يعني على قد ما هنحدق. بس كده، ليمونة، نص ليمونة يعني. نضرب المكونات دي كلها مع بعض. وبكده حبايبي خلصنا. بصوا الجمال، احلى برياني عملناه مع بعض النهارده، احلى فراخ واحلى رز برياني. ايه رايكم في الجمال ده؟ عملناه مع بعض بقى بطريقه سهله وبسيطه، صحيح خد مننا وقت شويه بس النتيجه كانت ايه، روعه. جربوه، هينفع معاكم في المناسبات، مثلا عامله حفله عيد ميلاد، حفله خطوبه، هيبقى معاكي ده سادد احسن ما تشتري اكل جاهز وتدفعي فيه فلوس كتير. فده هيبقى ايه، موفر معاكي جدا ومشرف في نفس الوقت، هيشرفك قدام جيرانك. شوفوا الجمال، احلى رز برياني واحلى فراخ برياني عملناها مع بعض. حبايبي جربوه وما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.